تم تشخيص 4 حالات للإصابة بفيروس كورونا، وهو فيروس منتشر عالميا في محافظة كركوك، وتم حجر هذه الحالات لمعالجتها. وبالطبع سيوضح السيد رئيس دائرة صحة كركوك القضايا العلمية لهذا الفيروس، لكن احنا كإدارة والدوائر ذات العلاقة قمنا باتخاذ إجراءات عاجلة حال تبليغنا من السيد رئيس دائرة الصحة. بنفس الوقت نشكر كل الذين حضروا لمساندتنا، وخصوصا الأخوة أعضاء مجلس النواب العراقي الذين حضروا فورا لمؤازرتنا في اتخاذ الإجراءات والمساعدة في مكافحة مثل هذا المرض. الأخوة كما تعلمون أن العلاج الوحيد لمثل هذه الحالات هو الحجر، وإحنا قمنا باتصالات سريعة الجميع طبعا بمجلس الوزراء وبالسادة الوزراء لتسهيل الأمور. وأعتقد أنه يعني تقرر أنه يخرج قرار من مجلس الوزراء بناء على استغاثة كركوك، سيخرج يخول الدوائر المحلية اتخاذ الإجراءات. احنا بطبيعة الحال يجب أن نتخذ إجراءات محلية عاجلة. هذه الإجراءات تميزت بالآتي: أولا تجهيز المستوصف الصحي في الحي الصناعي بالإجراءات الكافية للحجر بسرعة. كذلك تدخلنا في مجلس الوزراء وتمت الموافقة على استخدام مستشفى كيوان باعتباره بعيد عن السكان، وبالإمكان تفريغه واستخدام المستشفيات للمرضى الأخرى في استخدامه للحجر الصحي. أيضا لكي يأخذ المواطن حرية في الوقاية وعدم الاختلاط بناء على الاستشارات. أيضا تم تعطيل الدوام الرسمي للدوائر ما عدا دوائر الخدمية بنسبة 50%، وتعطيل الدوام الرسمي ليومي 26 و 27 لحين ما نرى إلى أين تذهب الإجراءات، وأيضا تعطيل الدوام الرسمي للكليات والمعاهد والمدارس كافة حتى إشعار آخر بدون مدة محددة. وكما تعلمون أن الاختلاط والتقارب الشخصي هو واحد من نواقل المرض، فنحن نحاول في هذا أن نعطي مجال للمواطن بأنه ما يصير اختلاط لا في الأسواق ولا في الدوائر ولا في الأماكن الدراسة. أيضا سيكون هناك فرق للفحص تتجول. أيضا نهيب بالمواطنين إخبار عن أي حالة لورود مواطنين يعني لمجيء مواطنين من خارج البلد، إخبارنا عن أي حالة لكي يتم فحصهم، كون الحالات التي أظهرت الفيروس هي لأشخاص قادمين من إيران وأيضا ما خاضعين كانوا لأي إجراءات، ولكن ظهر أنه يحملون الفيروس. فبذلك أيضا تعاون المواطن مهم ومهم جدا. أيضا حولنا بشكل طارئ مبالغ لدائرة صحة كركوك لكي تتخذ كل الإجراءات المطلوبة وتوفر الإمكانيات. كان اتصال أيضا مع وزارة الصحة في تنسيق مع احنا في دائرة الصحة شكلنا خلية أزمة، كان اجتماعاتنا يوميا نتابع هذا المرض. كان إجراءاتنا طبعا احنا إجراءاتنا إجراءات وقائية احترازية. كنا نتابع الوافدين بالبداية من الصين، من الصين، لأنه المرض ظهر في البداية في الصين، ومثل ما تعرفون أجرينا حجر صحي على أحد مواطنينا من مدينة كركوك لمدة المدة المطلوبة اللي هو 14 يوم. يعني احنا من أول يوم الوافد من يجينا من منطقة موبوءة، إذا كان من الصين أو إيران أو أي دولة، كوريا الجنوبية، فهذول طبعا راح نسوي لهم حجر صحي لمدة 14 يوم. الحجر الصحي نعزلهم عن بقية المواطنين
خلال هالفترة راح يكون عليهم إشراف طبي. إذا ظهر عليهم علامات الحمى أو سعال أو ضيق نفس راح نجري عليهم، طبعا نعزلهم ونجري عليهم فحوصات مختبرية حتى نتأكد من المرض. اللي صار طبعا بالنسبة للأربع حالات، عائلة كانوا مسافرين إلى الدولة الجارة إيران، قبل 7 أيام وصلوا إلى كركوك عن طريق أنه المريضة مريضة كانت عندها حرارة مسخنة، طبعا حرارة عالية، راجعت مستشفى كركوك. احنا طبعا من خلال التدقيق، من خلال تدريب الأطباء المقيمين، أحد أطباء المقيمين أو طبعا انطانا خبر لفرقنا الصحية بأنه مصابة من منطقة موبوءة موجودة حاليا في طوارئ مستشفى كركوك، تعاني من سخونة حرارة عالية. فهاي التعريف بالنسبة احنا نريد نركز على التعريف، تعريف انه حالة المشتبهة يكون في حالة مثلا مصاب مثلا بحرارة انفلونزا، يعني حرارة وسعال، وجاي من منطقة موبوءة، او اكو واحد ملامس لشخص جاي من منطقة، مو كل واحد منشول نعتبره هذا مريض مصاب. فاحنا العائلة طبعا صراحة أنا أشكر القوات الأمنية في المحافظة، كانوا مساعدينا من أول لحظة. أدخلناهم في ردة العزل، عندنا ردة عزل للمرضى للوبائيات في مستشفى كركوك، طبعا هم كانوا 2. بعدين احنا من خلال تعاون القوات الأمنية وفرقنا الصحية استطعنا جلبهم إلى المستشفى. البقية كانوا عدد 7، 2 منهم كان ما عليهم علامات، 5 كان عليهم علامات حرارة عالية. أدخلناهم في الردهة، أجرينا فحوصات مختبرية، احنا نسحب الدم واكو فحوصات من الأنف